وتطوير الذات هو رحلة حقيقية مش صور على انستجرام. تطوير الذات رحلة فيها صعود وهبوط، فيها صعوبات. مش عارفة أودي وشي منكم فين. عارفة إني مقصرة جامد في حق اليوتيوب، بس ظروف ومشاغل الحياة. عارفة إني بقالي أكتر من شهر مش بنزل فيديوز على اليوتيوب، بس أنا متفاعلة على المنصات التانية. يعني أنا متفاعلة على التيك توك، على الانستجرام، فروحوا تابعوني هناك، لأن انتوا لو مش متابعيني هناك فايتكم كتير جدا. فهسيب لكم لينك المنصات دي في صندوق الوصف. وبعدين أنا مش بنزل فيديوهات على اليوتيوب عشان مش بشوف منكم تفاعلات، ولا بتشجعوني، ولا بتقولولي الفيديوز عجباكم ولا لأ. بس أنا قررت أرجع، وحلقة النهاردة قوية جدا زي ما شفتوا من العنوان. فيلا بينا نبدأ. اتفضلوا جيبوا أي مشروب ويلا بينا نبدأ. طبعا كلنا بنشوف على السوشيال ميديا الأشخاص الناجحة أو الصور الناجحة لأشخاص بقى بتتمرن، اللي بيقوم من النوم بدري، اللي بيلعب رياضة ومستمر في الجيم، والأشخاص اللي بتقرا كتب دايما وبينجزوا كل حاجة في يوم واحد. وبنفضل نسأل نفسنا احنا ليه مش كده؟ الحقيقة إن دي مش الحقيقة كاملة. الصور اللي بنشوفها دي مش كل الحقيقة، لأن رحلة تطوير الذات مش رحلة وردية، ولكن هي رحلة مليانة بالوقوع والإحباط وفقدان الشغف ولحظات كده بنشك في نفسنا. ففي حلقة النهاردة هعرفكم على 5 حقايق صدمة عن تطوير الذات بعد ما اكتشفت إن هم صدمة فعلا، واللي بعد ما تعرفيهم هتعرفي تبني حياتك على أساس أقوى وأكتر واقعية. والحقايق دي مش هتلاقيها في أي كتاب، لأن دي من الحياة الواقعية. فجيبي ورقة وقلم واكتبي معايا. أول وأهم حقيقة إن الفشل مش نهاية الطريق، لكن هو جزء من الطريق. والحقيقة إن كلنا بنخاف من الفشل، بنخاف نجرب حاجات جديدة علشان بنخاف من إننا نقع. لكن الحقيقة وفي الواقع الفشل هو اللي بيقوي شخصيتك، وهو اللي بيعلمك الصبر وإنك ما تستسلمش، والفشل بيخليكي تعرفي نفسك بجد. أنا شخصيا فاكرة إني كنت عايزة أتعلم مهارة معينة، فما كنتش عارفة أنظم وقتي، ما كنتش عارفة أتعلم المهارة دي إزاي. كنت بضيع وقت على الفاضي في ولا شيء، وكنت حاسة خلاص إن دي النهاية وإني مش هعرف أتعلم المهارة دي. لكن لما بصيت ورايا اكتشفت إن كل غلط عملته علمني حاجة مهمة. اتعلمت إزاي أنظم وقتي، اتعلمت إزاي أتعلم. وبالمناسبة اتعلم كيف تتعلم دي مهارة لوحدها أصلا، ممكن نبقى نعمل فيديو عنها. ف... فالفشل مش وصمة عار، هو أساسا فرصة للتعليم. يعني اسألي أي شخص ناجح هتلاقيه بيحكي لك عن قصص فشل أكتر من قصص نجاح. فهقولك نصيحة، المرة الجاية لما تفشلي بدل ما تركزي إن أنا فشلت، اسألي نفسك إيه الدرس اللي المفروض أتعلمه من التجربة دي، واكتبي الإجابة. الحقيقة التانية، الراحة أكبر فخ ممكن الإنسان يقع فيه. منطقة الراحة ودايرة الراحة أكبر خطر في الدنيا. الحقيقة إن منطقة الراحة مش مريحة، هي حاجة كده عبارة عن سجن ذهبي. كلنا بنحب الروتين، فالحاجات اللي متعودين عليها هي اللي بتدينا شعور بالأمان. لكن ده عبارة عن أمان وهمي، لأنك لما بتفضلي بنفس المكان بنفس الروتين بنفس الناس، حياتك بتفضل واقفة مكانها. التطور الحقيقي والنمو الحقيقي بيبدأ لما تقرري تطلعي من المنطقة دي وتخاطري وتجازفي بحاجات عمرك ما جربتيها. مش لازم تكون مخاطرة أو مجازفة كبيرة، ممكن تكون حاجة بسيطة جدا، زي مثلا إنك لو مش بتعرفي تطبخي تتعلمي الطبخ، لو مثلا عايزة تتعلمي مهارة جديدة تبدأي فيها، أو مثلا حتى إنك لو عايزة تقدمي على وظيفة أحلامك بس خايفة فقدمي عادي. حتى لو اترفضتي الرفض مقبول جدا، وما نتضايقش لو اترفضنا من أي مكان وأي حاجة وأي شخص في الدنيا. الرفض مش دليل على مثلا إنك وحشة أو مش مناسبة، الرفض إن المكان ده مش متاح ليكي دلوقتي. فما تتضايقيش خالص من الرفض،
فاختاري مثلا إنك كل أسبوع تعملي حاجة أنتِ بتخافي تعمليها، هتلاحظي إن خوفِك بيقل تدريجيًا، وده بيساعدِك إنِك تبقي واثقة في نفسِك أكتر، وإنِك بتكتشفي قوة في نفسِك ما كنتيش تعرفيها أصلًا. نيجي للحقيقة التالتة، وهي إن قيمِك أهم من أهدافِك. كلنا بنركز على الأهداف، عايزة أكون شاطرة، عايزة أكون ناجحة، عايزة أكون غنية، لكن لو الأهداف دي مش متوافقة مع قيمِك الحقيقية، فعمرِك ما هتحسي بالسعادة اللي أنتِ عايزاها أو السعادة الحقيقية، وممكن كمان تحققي كل أهدافِك كل اللي أنتِ عايزاه، بس هتفضلي حاسة بفراغ. ليه؟ لإنِك بتبني على أرض غلط، بتأسسي على أرض مش أرضِك، لإن القيم هي البوصلة اللي بتوجه حياتِك، زي الصدق، الحرية، العطاء، التعاون، المشاركة. فأهم حاجة تكون قيمِك مناسبة لأهدافِك، وأهدافِك مناسبة لقيمِك. وجيبي ورقة واكتبي أهم 3 قيم في حياتِك، وبعدها بُصي على أهدافِك اليومية، هل الحاجات اللي بتعمليها كل يوم مناسبة مع قيمِك؟ الحقيقة الرابعة، ودي حاجة أنا باحبها جدًا، والموضوع ده اتكلمت فيه كتير جدًا. ما حدش فينا بيتولد واثق من نفسه، الثقة بالنفس مش شعور بنتولد بيه، لكن هي مهارة بنكتسبها وننميها. الناس اللي بتشوف شخص واثق من نفسه بتقول ياه يا بخته، الحقيقة إن الشخص ده مر بمراحل كتير جدًا من انعدام الثقة، لكن هو قرر يشتغل على نفسه. والثقة مش معناها إنِك ما تخافيش، لكن تتحركي برغم الخوف اللي جواكِ. وده يرجعنا للمثال السابق، إيه اللغة العربية دي؟ وده يرجعنا للمثال اللي فات، لما تروحي تقدمي على وظيفة أحلامِك برغم الخوف إن أنتِ ممكن تترفضي، بس أنتِ اتحركتِ، لكن جواكِ خوف من الرفض، بس رغم كده اتحركتِ، ودي شجاعة كبيرة جدًا. فعشان تطوري ثقتِك في نفسِك ابدئي بحاجات بسيطة جدًا، زي إنِك توعدي نفسِك وعود صغيرة وتوفي بالوعود دي. كل وعد هتوعديه لنفسِك وتنفذيه ده هيزود جدًا ثقتِك بنفسِك. ونيجي للحقيقة الخامسة، الروتين مش عدوِّك، الروتين صديقِك. ناس كتير بتشوف إن الروتين ده حاجة مقيدة، بس أنا من وجهة نظري باشوفه حرية كبيرة جدًا. ناس كتير بتشوف إن الروتين حاجة ملل، لكن الروتين الإيجابي بيوفر على عقلِك مجهود كتير إن هو يفكر في كل خطوة. لما يكون عندِك روتين صباحي ثابت، أنتِ صاحية عارفة هتعملي إيه ويومِك هيمشي إزاي وهتنجزي إيه النهارده، وتعملي حاجات مفيدة من غير ما تفكري كتير، فده بيوفر لِك طاقتِك الذهنية وبيخليكِ تركزي على القرارات المهمة والأهداف والمهام المهمة اللي عندِك خلال يومِك. فالروتين هو اللي بيبني العادات القوية اللي بتوصلِك لأحلامِك. فحاولي تبدئي إنِك تبني روتين بسيط في البداية لو أنتِ ما عندكيش روتين، زي مثلًا إنِك تقومي بدري، إن يبقى عندِك مثلًا 10 دقايق تقرأي فيهم. وطبعًا اتكلمنا كتير في الفيديوهات اللي فاتت عن أهمية إنِك تقومي بدري، وأهمية إن يكون عندِك روتين، وأهمية القراءة، وإن يكون عندِك روتين ده عبارة عن حياة، وكل عادة صغيرة بتضيف حاجة كبيرة لحياتِك. وتطوير الذات هو رحلة حقيقية مش صور على الإنستجرام. تطوير الذات رحلة فيها صعود وهبوط، فيها صعوبات، لكن كل خطوة حتى لو كانت صغيرة فدي بتوصلك لنسخة أفضل منك. فلو حاسة إنك تايهة افتكري ال5 حقايق دول، إنهم هما البوصلة الحقيقية. وفي النهاية عايزاكي تختاري حقيقة واحدة من ال5 دول وتكتبها لي في الكومنتات تحت، وإيه أول خطوة هتاخديها علشان تطبقيها في حياتك. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك، وكمان شيروه لاصحابكم عشان هما كمان يستفادوا. وعايزة اشوف تفاعلات كتير بقى على الفيديوز عشان إيه انا بحب الدعم، انا بحب التشجيع والاهتمام ما بيطلبش، بس انا بطلبه عادي. شجعوني واشوفكم في الحلقات الجاية. مع السلامة.